مرحبا عليكم. من الاستراتيجيات اللي حاليا نعلمها للمستثمرين، الناس اللي بداية استثماراتهم، يعني دا يحاول يجمع مبلغ جيد حتى يدخل بمجال الاستثمارات، اللي مثلا يريد يخلي مقدمة 20%. فاحنا اللي سويناه دا نعلمهم شلون يجمع 20% عن طريق الاستثمارات، عن طريق المجال العقارات بدون ما يشتري العقار. فاكو استراتيجية احنا بدنا نعلمها لهم. هاي الاستراتيجية انه يكون الطرف الوسيط بين صاحب العقار، الشخص اللي مضطر يبيع البيت مالته. نعلم المستثمرين شلون يلقى صاحب العقار هذا اللي عنده هواي مشاكل من ناحية العقار، من ناحية التسديد، من ناحية البيمنت، من ناحية المورجج، متأخر على الدفعات مال البروبرتي تاكسز، متأخر على الدفعات مال البنك. فنعلمهم شلون يتواصلون وياه، نعلمهم شلون يسوون التفاوض بالتليفون او اذا كان وجه لوجه فيس تو فيس، وشون يحصل البيت من عنده بسعر تحت قيمة السوق العقاري 50%، وشون يكمل الأوراق القانونية، العقد اللي يكون بينه وبين صاحب العقار، ونوصله إلى أنه يجيب مستثمر يشتري كاش نقد. وهذا الشخص اللي يشتري كاش نقد أيضا راح نعلمه شلون يلقاهم، وين يلقاهم هذول الناس، ويربط، بس مجرد يربط هذول الطرفين بيناتهم راح يحصل احنا نصيح لها assignment fees. الاسايمنت فيز هاي اللي راح تخلي الشخص هذا الطرف الثالث بين البائع والشاري يحصل مبلغ كل زين، مبلغ جيد راح يفيده من ناحية الشغل. تقدر تكون هاي وظيفتك تطلع بيها مبلغ كل فترة. إذا سويت لك صفقة أو صفقتين بالشهر، أنت يعني مبدئيا نطلع لك بين ال 15 إلى 20 ألف دولار. أعتقد 20 ألف دولار تخليك أنه تترك الوظيفة مالتك إذا أنت مربوط بالتزام دوام رسمي 9 to 5، ما تقدر تبطل، ما عندك وقت إضافي إلك لنفسك أو لعائلتك. أعتقد صفقة أو صفقتين إذا تكون consistent وأنت تكون مهتم وجدي بالموضوع، تقدر تسويها ايزي كل شهر. راح تطلعك من هذا المأزق اللي هو مأزق الوقت، اللي انت لازم تشتري وقتك. من يصير عندك المال الكافي، اذا سويت لك فد 4 اشهر 3 اشهر جمعت لك مبالغ اضافيه، خلينا نقول مصروفك كان 10,000 دولار وسيبت لك 10,000 دولار، خلال 3 اشهر انت سيبت هنا جمعت لك 30,000 ممكن 40,000. من يصير عندك هيك مبلغ راح تصير مؤهل كالخطوة الجاية، اللي هي نشتري لك عقار بالمناطق الميدويست، المناطق اللي بيها affordable housing. وأنا شخصيا أساعدك من تدخل إياه بالجروب كمستثمر. راح أختار لك العقار بعد ما تجمع 30 إلى 40 ألف، أختارك إياه بحيث هاي تكون مقدمة إلى بيت يكون جاهز مترمم، ويجيب لك ارباح عائدات شهريه بين ال 400 الى 500 دولار ككاش فلو، وفلوسك موجوده بعقار راح تصعد قيمتها بمرور الوقت، راح تصعد الابريشيشن مالته، وبنفس الوقت انت فلوسك مضمونه بالعقار وده تجيك عائدات ارباح، وتقدر تستمر على طريقتين، تجيب اساينمنت فيز من برنامج الهول سيل، وايضا تشتري بيوت بالفلوس اللي تجمعها تشتري عقارات. فهاي الطريقه استراتيجيه جدا حلوه نعلمها. هاي واحده من الاستراتيجيات طبعا اللي نعلمها بمنصتنا، منصه النوفا فيست. فاذا تريد تتعلم ويانا هاي الطريقه، انا افضل انه تضغط على الرابط اللي موجود بالبايو وتسجل ويانا وانضم كطالب او كطالب مستثمر او كمستثمر. يعني انت عندك 3 حالات تقدر تدخل بيها، 3 باكجات. فاهلا وسهلا بكم، تقدرون تدخلون ويانا ونعلمكم. عندنا تدريب اسبوعي، عندنا تدريب يوم الاثنين ويوم الاربعاء ويوم الجمعه. فاذا كنت راغب تكون من ضمن جروب مال مستثمرين عرب، وياكم منتر يساعدك خطوه بخطوه، يعلمك شلون تسوي الفلوس، شلون تستثمر الفلوس، يعلمك خطوه بخطوه كل الامور القانونيه. احنا حاضرين، انضم ويانا. تحياتي.